يا مساء الفل ويا مساء الحلويات، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا معاكم من قناه اسك انجلوز مريم. النهارده ان شاء الله معايا قراءه تكون عن مشاعر هذا الشخص وطاقته ليك دلوقتي، و قراءه هتكون باول حرف اسمه النهارده. يلا بينا. وطبعا ايا كان هو مين الشخص اللي انت هتحط نيتك على حرفه او على طاقته. طيب، المجموعه الاولى ويل كريستاله البيضه جيم لام سين ي ح ح ص م ب ش ف ت خ ذ. المجموعة التانية والرسالة الخضراء قاف واو ضاد ألف كاف غين عين نون زين ت ط ر ظ د س واحد اتنين. يلا بينا كده. هي المجموعة الأولى. يلا بينا. هاخد أولا طاقتك أبص عليها، ثم بعد كده طاقة هذا الشخص هتكون موجودة بلند مع مشاعره داخل التحليل. طيب، تاني فوند في تقل هنا في طاقتك الحقيقة. أول كارت كده نزل يعني كأنه بيقول لي لأ استني نزليني، فأنا نزلته. طيب، التاني فوند جادجمنت فيري جادجمنتال، يعني بتلوم جامد قوي في حاجة ماسكها انت وعمال تلوم فيها. وعلى فكرة مش بس كده، لا، انت عمال تعيد وتزيد في انك بتلوم في هو بقى. اوكي، اذا يعني بتعيد وتزيد في لومك، صح؟ طيب، لهذا الشخص هنا اللي موجود هنا ده في الكينج اوف كاب. طيب، طيب افهمك انا ايه اللي مضايقني. يعني في حاجه مضايقاني هنا، ان اللوم والعتاب بتاعك متقلك انت. يعني سيبك منه هو خالص دلوقتي، مع ان هو ظاهر في الكينج اوف كاب جوه طاقتك. ده معناه ان هو هنا طاقته هو موجهه ناحيتك. لكن خليني اقول لك الشيء اللي انا يعني مش حباه، هو انك مش واخد بالك ان التقل اللي انت فيه دوت ممكن يوقفك في حاجات. يعني لو انت دلوقتي بتفكر وقدامك شيء فعلا تشتغل عليه و... و... وتشعر كده بإيجابية مثلا، وتشعر كده بانك انا عاوز اعمل الشيء دوت، او انا حابب اعمل الشيء ده. خد بالك قوي انه لو الشيء دوت صغير او كبير، طاقة التقل ديت ممكن توقفك وانت بتعمل الشيء ده. بلس ان انت هنا انت شادة ومفيش مشاعر هنا. جادجمنت جنب التن اوف وند بتقولي انه لما حد بيزعل قوي ويفضل مخبي جواه او حاطط جواه وساكت، الحقيقة ده بيفصله عن مشاعره، يعني بيفصله عن الكائن الجميل اللي بيحبه يعني. فكان لازم اقول لك كده. اوكي، تعالوا كده. شايفين؟ ماشي، هنا في طاقته هقول ان اول حاجه نزلت في طاقته النايت اوف سورت، لان هنا برضو زي ما الكارت ده التاني فوند كان عاوز ينزل لك قوي بمزاجنا او غصب عنا. برضو الحقيقه النايت اوف سورت عاوز ينزل لك قوي بمزاجنا او غصب عنا يعني. اول كارت في طاقته او خلينا اقول في طاقتك انت، لان انا هنزل طاقته معاك. بس هو ده برضو، يعني حتى لو دي طاقتك انا بفتح طاقتك، هو ده موجود قدامك في الكينج اوف كابس، موجود قدامك بيدافع عن نفسه في النايت اوف سورد. انت جنبه في الهاي بريس. هنزل كارت كمان حقيقة. العلاقة ديت فيها درس هنا. طيب، عارف لما حد يبقى شايل شنطة تقيلة قوي قوي فيها الشنطة ديت مشاكل وهموم. خد بالك قوي من اللي انا بقوله ده، بس ده مش انت. مشاكل وهموم هي من علاقات قديمة. وعلى فكرة يعني هقول لك حاجة تستغربها، انه العلاقات القديمة دي مش علاقات حب بس، لا، واضح قوي ان هي علاقات فيها صداقات، زمالة، واحتمال كمان من ايام ما هذا الشخص مثلا كان في الثانوي ولا في البكالوريا، ولا فاهمين، من وهو شخص صغير يعني. وفي تراكمات هنا لألم أو لآلام كانت متواجدة في علاقات في حياته قبل كده، ما خرجتش ولا من باله ولا من طبعه. يعني أعتقد إن طبعه دلوقتي اتسيستم من حتة اللي هو عاشه قبل كده، بيجي دلوقتي في حياته دلوقتي. فخد بالك قوي، ده حاجة من الحاجات اللي انت بتواجهها وياه، هو ان الشخص ده دخل العلاقة معاك، وكان دخل العلاقة مع أصدقائه كمان زمان وهو صغير،
وقابلك دخل علاقات فيها حب، معاه الشنطة ديت، هي شنطة تقيلة قوي فيها كل الحاجات اللي هو ما استشفاش منها. فانا قدامي هاي بريست، قدامي جاستس. هو شايفك على اساس ان انت وانت عارف ده كويس جدا يعني. وعلى فكرة الحلو اللي عاجبني هنا ان طاقة هذا الشخص متداخلة في طاقتك، ده معناه ان هو باله عليك، باله معاك، باله عليك. طيب هنا شايفه وكأنه بيقول لك، او لا مش بيقول لك انت الحقيقة، ولا بيقول لنفسه حتى، لا ده هو ده اللي هو شايفه. يعني لو انت بتسأل، لو مثلا في سؤال في القراءة دلوقتي هو شايفني ازاي، فانا هقول لك هو شايفك في الهاي بريست، شايفك في الجاستس. انا ما اعرفش، ممكن تكون اكبر منه عمرا في السن، ان شاء الله حتى لو بسنتين ثلاثة يعني، مش حكاية فروقات كبيرة، حتى لو فروقات كبيرة يعني مش هي المشكلة دلوقتي. بالعكس، ده بالنسبة له هو دي حاجة مش وحشة، حاجة حلوة، لأنه هنا الطريقة اللي هو شايفك بيها، حتى لو مفيش فروقات في السن، لو في فروقات اجتماعية أنت أميز منه فيها، أو لو في فروقات ثقافية أو مادية، أيا كان نوع الفرق، هنا في نظرة من هذا الشخص ليك بأنك أبوف. يعني إيه أبوف؟ يعني أعلى، يعني أكبر، يعني أفضل. ده غلط طبعا. خليني أقول لك كده، خليني أقول لك ما ينفعش ان حد يشوف حد افضل منه ايا كان ايه الحكايه او الروايه. ده يبقى هو والطريقه اللي هو بيتقبل بيها نفسه وبيحب بيها نفسه، فاهمني؟ مفيش حد افضل من حد. على طول انا بالنسبه لي نفسي افضل شخص انا شفته، وافضل شخص اتعاملت معاه، واجمل شخص، واجمل شخصيه. ده المفروض كل بني ادم يعني يقول لنفسه الكلمتين دول بالذات. ولكن هنا انت في علاقة، لا العلاقة دي موجودة حتى لو الحيز بتاعها او الدنيا بتاعتها يعني مش موجودة. يعني لو مثلا جاي انت بتقول هي فين العلاقة، او هو بيقول العلاقة صامتة او مفيش حاجة ايا كان يعني اللي بيحصل دلوقتي، لان انا حاسة ان في كده. لا العلاقة ما انتهتش، العلاقة موجودة وشغالة، واعتقد هتفضل شغالة يعني لكتير منكم. العلاقة دي شغالة شغالة شغالة، حتى لو انت رحت مع حد تاني وهو راح مع حد تاني، بتيجوا تتقابلوا تاني. واعتقد ده حصل لكتير منكم ويا هذا الشخص. يعني ربما لبعض منكم انت رحت في حتة وهو راح في حتة، ولسه انتوا الاتنين مش عايزين تروحوا في اي حتة. بمعنى ايه؟ بمعنى انتوا الاتنين عايزين نفسكوا بس. يعني لسه عينيكوا على بعض، البيج الصورتين، النايت الصورتين. مش بحب لما اشوف حد ديفنسيف بقى بيدافع عن نفسه كتير، لكن هو بيدافع عن نفسه كتير. دي الشنطة اللي معاه، ده مش حاجة حصلت ريسنتلي او قريب بينه وبينك، لا دي الشنطة اللي هو ماسكها وماشي بيها. تعالوا كده. inner knowing. الانر نوين حاجة جواك وحاجة جواه. يعني انا انتوا عارفين ان لما بطلع الكروت دي مش بتكلم عن الشخص اللي في العلاقة خالص، لكن هنا الكارت ده بيمثل حاجات انا شفتها في الطاقة دي، لان هذا الشخص جاي هنا بيغتت علينا وحاطط طاقته في طاقتك. فهنا برضو الانر نوين انت بتعرف، انتوا الاتنين بتعرفوا، عارفين، متأكدين ان في حاجة لسه جمعاكوا، ان لسه في حاجة بينكم، حاجة زي كده يعني. طيب تعالوا كده. هناخد له كارتين ماشي، وبعد كده ناخد كروت اوركل تاني، وهبسط المجموعة الأولى إن شاء الله النهاردة في الأوركل زي ما عملت امبارح مع المجموعة التانية. المجموعة التانية زوطت امبارح. فتحنا الحقيقة، قرينا أوركل كتير اهو. ماشي اوكي. هنا أنا يعني في حد بيتكلم على الوقت، وفي حد بيتكلم بيقول لك إنه الوقت ما كانش أفضل شيء ليكم، يعني إن انتوا تبدأوا في حاجة أو إن انتوا تعملوا في حاجة المفروض كنتوا تعملوها سوا. وهنا بيقول لك انه على فكرة عشان ينساك بيحاول انه يشتغل على اي شيء عشان ما يفكرش فيه، او علشان ما يفكرش فيه اللي حصل اكيد بينكم يعني. تعالوا كده. النهارده المجموعة الاولى الكروت بتفرض نفسها عليا. طيب هنا how do I feel، لو انت بتسأله بيقول لك اولا الموضوع بسيط جدا. لو انت بتسأله هو حاسس بايه، بيقول لك انا عايزك، بيقول لك انا عايزك للابد. هنزل لكم كارت كمان من هنا قبل ما نبدأ على طول اهو. برضو مش بقول لكم في حاجة غريبة،
كروت هنا فرضة نفسها علينا، صح؟ ليه؟ لانه هنا بص هنا بيقول لك playing games، و بيقول لك ايا كان بقى اللي هو بيعمله دلوقتي ايه بقى، ماشي. هو ده بالنسبة له يعتبر شيء استراتيجيك، يعني حركات علشان يلفت انتباهك بأي شكل من الأشكال. وهنا بيقول لك playing games. يلا كده نبدأ على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، نزل الهيرميت قبل الايت اوف فن. طاقة حلوة مش وحشة، غريبة شوية بس حلوة. هو انا معرفش، انتوا ممكن تكونوا انتوا الاتنين تعرفوا بعض من زمان وكبرتوا مع بعض، يعني اقصد ان انتوا ادولت، في منكم ناس ادولت فوق مثلا سن 40 او 50، وممكن اكبر كمان. يعني حاسه هنا في علاقه فيها ادولت هود، فيها ناس كبيره. ممكن انتوا الاتنين تكونوا مثقفين لحد انكم شكلكم كده، يعني شكلكم جواكم يعني مش من بره يعني. لان بسم الله ما شاء الله في ناس بيكونوا 60 و70 ومش باين عليهم السن يعني. بس انا ما بتكلمش في كده دلوقتي انا بتكلم انا بتكلم في حاجه مهمه جدا دلوقتي، انه هذا الشخص مديني انطباع انه مهما عمل انا هحبه، او مهما كنت حاسس بتقل في طاقته، او كنت حاسس باللي بيحصل، انا خاضع ليه عاطفيا، او انا قلبي معاه، حاجه كده. في كلام بيتقال هنا اهو، شايفين؟ ثم الهاي بريست، هيرميت هاي بريست. العلاقه دي ما هياش علاقه راجلر، يعني مش علاقه عاديه، مش ما بين اتنين عاديين. يعني في حاجات كتيره قوي انتوا مجتمعين فيها، وفي فروقات كمان. لو انت اصغر منه مثلا في السن، انت عندك نفس كم الثقافه بتاعته والخبره بتاعته، او العكس. لو هو اصغر منك في السن، هو ممكن يكون كمان بيعتبر ان هو يعرف عنك اكتر، يعرف في الدنيا وفي الحياه اكتر منك بكتير. في حاجه انتوا متفقين عليها، ممكن الدنيا حواليكم مش متفقه عليها، او حاجه انتوا الاتنين شايفين ان انتوا الاتنين عايزينها، بس الدنيا حواليكم شايفه حاجه تانية. واو، بصوا. طيب، واو، كروت حلوه جدا. شايفين الكروت، الكوين اوف سورت والامبرور، ماشي. كروت حلوه جدا. وهنا اللافر جنب الكوين اوف كاب، وبصوا كينج اوف كاب. طيب، في حب كبير هنا، في مشاعر كبيره قوي من هذا الشخص، غريبه جدا انا حاساه، ولا بيلومك ولا بيلوم نفسه في الطاقه دي. يعني عارف انت لما تيجي واو ريون لما شمل، عارف انت لما تيجي تبقى على طول في صف نفسك، واحيانا تيجي تغلط نفسك وتقول الله، هو انا ليه عايش دور الضحيه؟ اعتقد ان انا قدامي حد دلوقتي بطل يعيش دور الضحيه شويه، يعني في الطاقه دي هو مبطل يعيش دور الضحيه. طريقه تفكيره، انا غلطت وهو غلط، انا حاطط الغلط وكل حاجه حصلت انا حاططها على جنب دلوقتي. ليه انت حاطط كل ده على جنب ليه؟ اصل انا بقيت عارفين انتوا معرفش اقولها لكم ازاي. عارفين الناس اللي هم في الصين واليابان والحتت دي، اللي بيحلقوا قرع، المونك، عارفين المونك اللي هم زي بيترهبنوا كده حاسين ان هو عايش الدور ده. بس على فكرة هو مش حكاية عايش الدور دوت في الحقيقة، لا، هو من جواه احاسيسه مثلا، مشاعره. يعني مثلا لو في حاجة كانت بتلخبطه قبل كده، انا بحبه ولا ما بحبوش، او ايا كان اللي هو كان بيعمله، دلوقتي في حاجة هو متأكد منها. يعني انا متأكد من ده، او انا متأكد ان انا عندي المشاعر ديت للشخص ده هو هنا. خلينا ما نكذبش على بعض. في الاول اعتقد هو كان عارف انك داخل العلاقة ديت في كشغف. يعني ايه كشغف؟ كنت عاوز حب، كنت عاوز تعيش الحب، كنت عاوز تعيش العلاقة العاطفية. ما كانش في دماغك انت جواز او قوي. يعني كنت بتقول يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل، او يلا بينا نشوف العلاقة دي ممكن تروح فين. خلينا نتفق على كده. واعتقد ان هو كان داخل العلاقة بنفس النية، بس كان متضايق ان انت كنت داخل العلاقة بالنية ديت. غريبة؟ مش غريبة قوي، بس ده اللي هو بيحاول الحقيقة ان هو يثبتهولي هنا، حتى من طريقة تفكيره. لانه هنا في حد وكأنه بيقول انه
شافك منتظر العلاقة وتشوفها هتتطور ولا لأ في وقت من الأوقات، ولما انتوا الاتنين قربتوا من بعض أكتر فعلا العلاقة اتطورت أكتر. طب دلوقتي احنا رايحين فين؟ وهل هو دلوقتي رجع لنقطة صفر في العلاقة؟ بمعنى هو بيسأل لو انت رجعت تاني لنقطة صفر بإنك زي ما تيجي تيجي أو زي ما ترسى دقلها، ولا لسه متمسك بنقطة لأ أنا عاوزه وعاوز العلاقة وعاوز إن يحصل بينا كذا وكذا وعاوز إن الدنيا تروح في الحتة الفلانية. طيب خد بالك لان دي افكاره دلوقتي الشريط. هو عاوز العلاقة تاني واعتقد ده واضح جدا في طاقته. ماشي. الهانجت مان الدنيا واقفة في العلاقة دلوقتي صح؟ هانجت مان، فور اوف واند، الستار والتري اوف كاب. ماشي. لو الدنيا واقفة في العلاقة دلوقتي، الدنيا دلوقتي واقفة زي ما كانت واقفة قبل كده في وقت من الأوقات داخل العلاقة برضو. ماشي. ولكن خليني أقول لك إن زي ما في لحظة من اللحظات زمان برضو العلاقة اشتغلت لوحدها من غير ما انت او هو تحطوا ايفورت او مجهود فيها، سبحان الله فجأة واحدة لقيتوا نفسكم بترجعوا لبعض. ده هيحصل تاني هنا لان التريف كاب موجودة، الفور فاند موجودة، الاحلام او الامنيات اللي انتوا الاتنين عاوزين تحققوها موجودة برضو في الستار. فخد بالك من ده. هنا الكينج اوف بانتكال، هنا الايس اوف سورد، التو سورد. عنده افكار كتيرة جدا جدا في الطاقة ديت. فيها حاجة زي مثلا عارفين انتوا لما تستحضر حاجة من الماضي حصلت في العلاقة ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتحبه وتفضل عايشها شوية، يعني تعيشها مثلا لمدة 3 أيام كل يوم دقيقتين 3 4، والدقيقتين 3 4 بيبقوا عاملين زي الساعتين 3 4. سبحان الله. زي ايه مثلا؟ أنا بعمل شيء مثلا وانت جيت في بالي، على الرغم ان انا بعمل اي حاجة عشان ما افكرش فيك في الطاقة ديت، بس جيت في بالي شميت ريحة برفانك مثلا، وشفت طريقة ابتسامتك، شفت خدودك وانت بتبتسم، يعني شفت حاجة فيك مش بقدر انساها ابدا. طيب هذا الشخص مركز على حاجات معرفش، هي حاجات في الشكل، في شكلك، في وشك، او في اسلوب. يعني مثلا لو انت لو انت مثلا قاعد معاه وعندك عادة انك مثلا بتمسك شعرك من على الجنب كده تقوم مرجعه لورا وتكمل كلامك. ماشي. فهو مركز عليك وانت بتعمل الحركة ديت. الشخص ده متعلق بيك تعلق غريب، ما هواش تعلق ولا بجنس ولا بمتعة ولا شغف كده. تعلق هذا الشخص بأشياء فيك سبحان الله هي من جوه ومن بره، كأنه طبيعة شكل شعرك، وشك، بمثلا الطريقة اللي انت بتعبر بيها بكلمة او كلمة لا او حاجة زي كده. هنا في حد احتمال ان هو راح في عمق كبير قوي من الاحاسيس والمشاعر خلال هذه العلاقة. الشخص ده عنده الدبس، والدبس في المشاعر يتعلق بالابراج المائية، يتعلق بالابراج المائية، يتعلق ببرج الميزان، ويتعلق ببرج الثور. بس شفتوا اللي انا قلته لكم دول حبة بس ده الدبس. لو هنقول مشاعر من غير دبس، يعني لو هنقول حد حساس قوي وبيشعر بمشاعر كبيرة قوي غير برج الميزان والثور والابراج المائية كلها، غير الخمسة دول بالذات، اللي هم الخمسة دول ملوك الدبس، ملوك العمق. ماشي. اللي هم ممكن يحبوك من غير ما يلمسوك، بمنتهى بصريح العبارة يعني. اكيد الشخص ده فيه إليمنت كبير من اللي انا ذكرته ده. هنا احتمال لو هو مش كده يبقى اكيد هو اسد او في إليمنت اسد. طيب عموما هو دخلني في حتة اي حد ممكن يتمناها يعني، ولكن عنده اللي هي ايه الحتة اللي هو دخلني فيها، اللي هي حتة هو مش موجود بس انا موجود، انا جنبه، انا شايفه، شايف وشه، شايف شعره، شايف ايديه وصوابعه جوه شعره. هو مديني دلوقتي نوع من انواع الفيزواليزيشن او التخيلات اللي هو عاوزها تحصل تاني، وفي نفس الوقت جاي بيسأل نفسه في السنين دي كلها راحت فين؟ انا وهو كنا فين؟ ده هو كان في علاقة فاشلة مثلا، او كان في علاقة ما اشتغلتش، وانا كنت في علاقة روتينية
كرهتها وكرهت نفسي في العلاقة ديت، لحد ما بعدت عن العلاقة ديت وحبيت نفسي تاني. مش بالأحرى ان هو يكون طلق الشخص او ساب الشخص. هنا انا بتكلم على علاقة فيها قدر غريب كده، اللي هو عارفين لما يقولوا لك الاتنين دول ديستن مع بعض، يعني ما عارفين الاوبوزيت ساين، لما يقول لك مثلا العقرب والطور، العذراء والحوت، القوس والجوزاء. عارفين انتوا هنا كده، بس مش بالابراج بقى، لا، اللي هو في اشتراك في حتة فيها انت توأم معايا، او حتة زي مثلا آه عارفين انتوا لما بيجوا يتريقوا ويقولوا لك حب من النظرة الأولى؟ دي حقيقة على فكرة، مش تريقة. هي بيقولوا لك ان هي ممكن تكون one in a thousand، يعني ما بين 1000 شخص، في شخص في ال1000 دول بيحب من النظرة الأولى يعني، بس موجودة. آه إذا هذا الشخص في حتة احنا كنا فين السنين اللي فاتت، أعتقد هو في الحتة ديت. وليه ده حصل؟ لو انتوا الاتنين لسه متعرفين على بعض مثلا بقالكوا سنة، لا أكتر من سنة، بس يعني لو يعني هنا ممكن هذا الشخص يكون بيقول لك او يكون بيتساءل مثلا، هو انا معرفتوش من زمان ليه، او ليه العلاقه دي ما اخدتش مسارها الطبيعي زمان مثلا. تعالى كده، حلو جدا. القمر الجديد في برج الثور بيقول لك ايه؟ نيو مون ان تورس بيقول لك prosperity lays ahead. بيقول لك انه بصوا الصدف نزل برج الثور، يعني احنا كنا لسه بنذكر حاجه زي كده. في رزق، في رزق كبير، في prosperity، في رزق كبير جايلك. و تعالوا كده ناخد تعالوا كده ناخد لكم كارت. لا تعالوا اخدوا الاول من ايه، من ال angel and ancestor. شالوم ماستر بيقول لك be graceful in movement and action، بمعنى تخليش التقل ده يأثر عليك، او الزعل اللي انت زعلانه منه يأثر عليك، وحاول انك تخطو خطواتك وتعيش حياتك بالطريقة اللي انت بتتمنيها فعلا او عاوزها فعلا. لانه انا حاسة فعلا في حاجات موقفاك، احتمال ان هي تكون ليها علاقة بهذا الشخص اللي بيحصل بينكم يعني. حلو كده، خد له كارتين. ماشي. حد هنا بيقول لك I want to feel that way again. حد هنا بيقول لك انه عاوز يحس الاحاسيس دي وياك تاني. واو. بس هنا بيقول لك missing you. هنا بيقول لك missing you, I miss you, I wish things were different. انت وحشني، كنت اتمنى الدنيا تكون مختلفة. واو، الكروت ديت ماتش معاه جدا. هنا بيقول لك I want to feel that way again. عاوز احس بالاحاسيس دي تاني. اهو اللي انا كنت بحكيه دلوقتي لهذا الشخص موجود هنا كله في تو سورت. تو سورت جنب الايس اوف بنتكل. حد عارف ان هو مانع نفسه عن بداية جديدة، وان الشخص التاني في العلاقة برضو مانع نفسه عن بداية جديدة. فكل دوت زي ما تقولوا كده هو قاعد بيفكر، او مسلطن نفسه ان هو ما يعملش حاجة الا يفكر في الوضع، يفكر ايه اللي حصل قبل كده، ايه اللي ممكن يعوضكم مثلا، او يعوضوا اللي حصل دوت وياك، حاجة زي كده. في ايه هنا؟ الشخص ده خدني في حتة مشاعر وكده على فكرة، يعني غريبة شوية. بس الشخص دوت رومانسي، بيحب رومانسية، واعتقد كده يعني. ماشي. النايتات دي كلها، وبعد كده مش لوحدك، مش لوحدك حاسس بألم، مش لوحدك حاسس ان انت بعيد. اعتقد ان هو كمان حاسس نفس الاحساس. والتقل دوت اللي قدام هنا عندك في التنفوند، مش عندك لوحدك، بالعكس ده عنده هو كمان في التنفوند.
غريبة جدا. بس هنا يعني من العلاقات اللي انا ممكن اقول عليها قليلة، مثلا لما تشوفها في القراءة وانت بتفسر طاقتها، تقول مثلا الناس دي بعيد عن بعض ومش بعيد. عارف انت لما تشوفها كده، ده اللي قدامي بقى، يعني ده اللي قدامي دلوقتي. اهو، وفي الاخر انتوا الاتنين عايشين تمثيلية، اللي هي كل واحد فيكم عايزين. انا مش متضايق اهو، شايفين؟ قلت ايه انا؟ واو، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكينج اوف كاب جنب الناين اوف بنتكال والتمبرانس. ايه هنا؟ البيج اوف وان. هو كده بالظبط. عارف انت لما آه تيجي تضحك على نفسك وتحط الفيس وتقول مفيش حاجة مضايقاني، وتقول خلاص يلا كل حد فينا يعيش حياته ويشوف الشغف اللي على مزاجه. وفي الاخر القمر هنا شايل او مش مخليك واخد بالك ان اللي انتوا فيه دلوقتي دوت، والطريقة اللي انتوا بتقولوا بيها عادي، وهي مش عادي طبعا خالص. وراها جبل من الاستشفاء موجود هنا في الفورستر. اصل لازم الخناقه اللي في دماغ كل واحد فيكم ديت، والتاني في وند اللي في طاقتك وطاقته، التقل ده لازم يتعالج، لازم يتشيل يعني. هو ده اللي انا شايفاه. اه، نصيحه انا عاوزاك. المجموعه الاولى انت بالذات في طاقتك، انا نسيت اقول لك لان هذا الشخص خدني الحقيقه في طاقه حلوه ناعمه شويه. انا معرفش انت شايف الطاقه دي منه ولا ايه، بس نصيحتي لو عايز تشوف ده، افتح قلبك شويه، لان انت هنا ديتاتش، يعني مش متصل بمشاعرك. زي اوعى تكون فاكر متصل انك متصل بمشاعرك، لا، في الطاقه دي انت مفيش مشاعر خالص. هقول لك الحقيقه يعني لو في قطه بتنونولك في الشارع لطيفه كده، هتقول لها انت عاوزه مني ايه؟ بتحصل معانا كلنا يعني. عشان كده بقول لك خد بالك منها، من الحته دي يعني. مش من القطه، لا، من الحته دي، عشان لما تنزل تاني والقطه تنونولك تبقى تحسس عليها كده، ولا تاخدها في حضنك يعني. انا هنا برضو عشان اقول لكم، مش عشان اقرا لكم الحبيب بس، لا، واقرا مشاعره او طاقته، لا، عشان برضو اخليكم تتصلوا بنفسكم، عشان برضو اخليك تتصل بالحته اللي في قلبك. يلا بينا كده، الحته اللي هي الفولنربل، الحته المتاحه الجميله اللي جواك وجوانا كلنا طبعا. يلا كده، اخد لك كارتين. هاخد كارت من ال ماشي، اخد لك كارت من هنا من مرملين، واخد لك كارت من، اخد لك كارتين من المرملين. واخد لك كارت من الانجل ان اوركل، الانجل عشان الانجل صغير، فاخد لك كارت واحد منه يعني. موف فورورد، بليسن. واو، بصوا سبحان الله، غريبه قوي. موف فورورد، امشي اتجاه الهدف اللي انت عايز تمشي له يعني. في بليسنج جاي لك من الهدف ده، وده موجود هنا في واو، الاتنين جنب بعض. هنا في حاجه، واو، بريكن فري. انت بتبريك فري، بريكن فري من حاجه معينه، معرفش ايه. انا بحب الكارت ده قوي، كارت صعب، كارت بيقول ان انت بتتشافى، لكن بتبريك فري من هابت، من عاده، ربما آه تعلق مرضي مثلا بحاجه، زي مثلا اللي هو التوكسيك مش مرضي، ما تخافوش يعني. لا. اللي هو التوكسيك سيتويشن، يعني هو ان انت، احنا لازم نحب الشخص طبعا، نحب ولكن نحب نفسنا الاول، صح ولا ايه؟ سيلف اكسبتنس، تقبل الذات وتقبل النفس، واعتقد دوت مهم جدا. اخد لك كارت كمان ادام هحطه تاني.
ماشي. الله raise your vibration، علي ذبذبيتك. وهنا self acceptance، تقبل نفسك وعلي ذبذبيتك. الله. يلا كده. هاخد لهذا الشخص كام كارت. اوكي. هنا بيقول لك I don't react when people mention you، لما حد بيجيب سيرتك ما بعملش اي ما ببديش اي ردة فعل يعني. وهنا انه you come closer than anyone، انت اصبحت اقرب ليا من اي حد. وهنا انا بحبك حب غير مشروط. طيب تعالوا كده. my dreams، هنا حد بيقول لك يعني هو فكر فيك ان انتوا الاتنين. انا اعتقد ده ريزنت يعني قريب الاحساس ده قريب. ليه؟ لانه حسيت انه الطريقه اللي هو بيفكر بيها، هو بيفكر ان ممكن ان انتوا الاتنين تكونوا حرين تاني مع بعض، فري، محدش بيضغط عليكم تاني، حاجه زي كده. وحاسه ان دوت فعلا هو حلم بيه، بس حلمه هو صاحي. لانه هذا الشخص وانا بقول لك لما هو بيفكر في تفاصيلك حتى، فاهمين؟ بيكون صاحي يعني. كل ديت اللي هي الفيجنيري يعني، وكأنه قاعد بيتخيل. ومش بس بيتخيل في دلوقتي، لا هو بيتخيل امتى ده ممكن يحصل تاني، او ازاي ممكن ده يحصل تاني. بشكر المجموعة الأولى جدا جدا. يلا بينا كده، اشوفكم بكرة ان شاء الله. ويا رب القراءة تكون فادتكم بأي طريقة من الطرق يعني. يلا بينا كده المجموعة التانية اهي. شكرا المجموعة الأولى، اشوفكم بكرة ان شاء الله. المجموعة التانية اهي، كريستال الخضراء. يلا بينا كده. طقطق هو بلند هنا. كده هطقطق امتى؟ القمر. ماشي. القمر يقول ايه؟ القمر بيقول في حاجة انت لسه مش شايفها. القمر بعدين الستار. ثم الفور اوف سورد. في حاجة انت مش شايفها، والحاجة ديت اتجاه شيء انت عايز تحققه او هدف. والحقيقة انا شايفة هنا في حاجة برضو انت مش شايفها، انه في هدف انت وحد مشتركين فيه، او انت وحد عاوزين تحققوا. وكأن كل واحد فيكم عنده نفس الرؤية للهدف، ولكن انت مش واخد بالك من ده. اعتقد ان هو واخد باله ان انت اللي عندك النفس يعني الاشتراكية في الهدف. انتوا الاتنين عندكم نفس الشيء عاوزين تعملوه، بس انت مش شايف ده. في حاجة هنا بتهيل، في حاجة هنا بيحصل فيها استشفاء داخل هذه العلاقة بينك انت وهذا الشخص. ما معرفش ايه هي، بس ده شيء في العلاقة. ليه؟ لان برضو انت هنا مش شايفه. في القمر الستار عبارة عن يلا بينا نحقق الأمنية اللي لسه ما حققناهاش، او الهدف اللي احنا لسه ما حققناهوش. مش مستغربة ان انت مش واخد بالك اولا من ان انت بتحقق هدف، ثانيا من ان الهدف دوت مشترك بينك انت وهو. ليه مش مستعجبة او مش مستغربة؟ لانه واضح قوي في طاقتك انك في طاقة استشفاء دلوقتي. ماشي، حلو جدا. هنا في الجاستس زي ما انا قلت لك بالظبط. الجاستس دلوقتي بتمثل انه انت وهذا الشخص مشتركين في التفاعل. ممكن سبحان الله حتى لو دوت من بعيد، بس انا شايفة هنا في طاقة مشتركة بينك انت وهو في تحقيق حاجة معينة. الامبر يبدو كده كأنه مش عارفة ليه حاساه بيقول انت فين، او حاساه بيقول هنبدأ امتى، او هنشتغل على كذا امتى، او هنعمل كذا امتى. في حاجة هو عاوز يبدأ فيها او يشتغل فيها فعلا. هو انت ليه مش واخد بالك؟ لا انت من كده اهو في الناين اوف بنتك. اوكي، انا كده بدأت افهم شوية من ان في
حاجة مشتركة بينك انت وهو، ربما كان من زمان، يعني ربما هو هدف من زمان انتوا الاتنين عاوزين تحققوه. وفجأة واحدة آه حصلت ربما مشاكل، او حصل حاجات بينك انت وهو منعتكم في اللحظة ديت ان انتوا تحققوا الهدف مع بعض، او ان انتوا تمشوا في طريق الهدف ده. دلوقتي زي ما تقول كده بادئ قدامي هذا الشخص كأنه بيبحث عنك فعلا، يعني وكأنه بيقول انت فين، كأنه بيقول هنبدأ مع بعض الهدف بتاعنا ولا لا. وبرضه حاسة انك عارف دوت، يعني انت كأنك من جواك عارف، بس مش متأكد اذا كان هو فعلا حابب ان هو يبدأ وياك ان انتوا الاتنين تشتغلوا على الهدف دوت، ولا ايه اللي بيحصل وياه بالظبط. تعالوا كده. ماشي، خلينا ناخد لكم الاول من الانجل ان اوركل. الشامان تراست ان هاير فورسز. واو، الكارت ده مهم. واطلع لك كارت تاني كمان. انت ربما خايف من حاجة، او خايف ان حاجة ما تحصلش بالشكل اللي انت عاوزها، او خايف انه حاجة معينة يبقى جه الاخر بتاعها وانت مش هتعرف تتصرف. مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ ربنا معاك. شمان بيقولك trust in higher forces، الهاير فورسز، القوة العليا ربنا. واعتقد انك مهما احنا كبني ادم، يعني مهما خفنا من احيانا البني ادم بيخاف من طموحه انه ما يودهوش في المكان اللي هو عايزه. احيانا بني ادم بيبقى الهدف قدامه وخايف انه يمشي له كام خطوه. ده سبحان الله، الخوف غريزه، عارفين. ولكن هنا انك تحط ربنا اولا وتقول ان انت فعلا بتثق في ان اي خطوه هتاخدها هيبقى متبارك فيها. اعتقد ده بالظبط اللي هيوصلك ليه قمة التناغم ما بينك وما بين هدفك دوت. واعتقد قمة التناغم تبدأ بالإيمان، إيمانك بالشيء بإنك هتقدر فعلا تحققه، وقدرتك في إنك تبقى متواصل طول الوقت ويا ربنا. يلا كده أخد لكم فعلا كارت تاني من هنا، من الانجل and ancestor. الميديسن ماذر honor your inner knowing. طيب احتمال تكون في طاقة فيها ستريس أو توتر، أو ربما تكون أحيانا بتحس إن أعصابك مش قادرة تتحمل اللي بيحصل وياك، لأني هنا حاسة إنه في كذا شيء ليه علاقة ب كذا شيء ليه علاقة سواء بحياتك عموما عمليا أو روتينيا، أو بحياتك الشخصية العاطفية بهذا الشخص. برضو حاسة إن في حاجات أنت خلاص بقيت دلوقتي حابب تركز عليها، ممكن كمان أكتر من أي وقت فات، ليها علاقة بأهدافك وبتحقيقها. طيب ده هنا الميديسن مادر بتقول لك honor your inner knowing. خد بالك من مشاعرك، خد بالك من احاسيسك. انت حاسس بايه في اللحظه ديت؟ لو حاسس انك منفعل متوتر بسبب شيء العلم يعني عند ربنا فيه، حاول انك تهدي نفسك، وحاول انك تمشي في الطريق اللي هريحك نفسيا. ده اولا يعني. تعالوا كده نبدأ. هنا حد بيقول لك I hide behind material things، انه بيستخبى خلف ايه؟ الاشياء المادية. وهنا حد بيقول لك احنا هنبقى مع بعض تاني. اذا بالفعل ممكن يبقى فيه دلوقتي ابتعاد بينك انت وهذا الشخص، ربما ما كانش مقدر، او ما كنتوش عارفين ان انتوا مثلا هتتخانقوا، او هيحصل فعلا مشكلة، هيحصل انفصال، حاجة زي كده. و ايه ده؟ طفل بيعيط ولا ايه ده؟ لا بيهزر.
فالكارتين دول يعني هما اللي نزلوا هنا. يلا كده هو ناخد كارت من هنا نشوف كده. هذا الشخص عاوز يسيب لك رسالة ايه قبل ما نبدأ؟ مشاعره وطاقته ليك دلوقتي كده. اوكي، ماي فانتزي. هنا حد بيقول لك بيتكلم بقى على الفانتزي، والفانتزي هي ايه؟ هي الشيء اللي الشخص اللي بيحس انك قريب منه قوي بيبقى عاوز يعمله، بيبقى عاوز انه يحس بيه ويا الشخص اللي بيحبه طبعا، او اكتر شخص هو بيفضله. يلا كده. اوكي، من داخل عقله الباطن هنا في طاقة اتجاهك فيها كروت مهمة جدا. انا الحقيقة برضو شفتها هنا في طاقتك انت، لما حسيت ان هذا الشخص في رحلة بحث عنك، حتى لو رحلة البحث دي طاقيا، يعني حتى لو هو طاقيا بيسأل وبيتساءل هو انت فين. ثم بعد كده الايت اوف وان، الخوف منعك عن هذا الشخص على فكرة، خد بالك، ومنعه عنك. يعني الخوف منعكوا عن بعض. هنا الويل اوف فورتشن، وكأنها تأكيد لهذا الشخص انه ماشي صح اتجاهك، او ان في شيء بدأ يمشي صح في اتجاهك. الكوين سورت والهيرمت، وهنا تريف سورت بعديها على طول التن في بنتكل. طيب للعلم بقى، اشعر وكأن في حد هنا هو السبب في مش عارفه اقولها لكم ازاي، ابعادكم عن بعض، او محاولات، كان في محاولات ربما من بعض الاشخاص. ده اللي انا حاسه بيه هنا في الطاقه ديت. كان الهدف من محاولات هؤلاء ان هم يبعدوكوا عن بعض. خد بالك قوي من دوت، لان انا بقوله لك دوت انا شايفاه قدامي هنا. مجرد سؤال هذا الشخص لنفسه، يا ترى انا ماشي صح، او يا ترى هلاقيه تاني. يعني انا حاسه هنا وهو بيقول هلاقيه تاني، هو مركز قوي على حته مشاعرك. لو مشاعرك متجهه ناحيته ولا لا، انا حاسه بحاجات كده يعني. فهنا انا حاساك في طاقه فيها ديفنسيف، او بتدافع عن نفسك، عن شعورك، عن اللي انت كنت عايزه في العلاقه، مع انك في طاقه سلام وياك، لكن كأنك مش عاوز تنزل عن قرار خدته، او بعض القرارات اللي انت شايفها مهمة جدا وما ينفعش ان انت تتراجع فيها. معرفش ايه القرارات ديت، معرفش ايه اللي ممكن تكون بتفكر فيه وعاوز تعمله اتجاهه دلوقتي، لكن انا شايفة حب كبير منك ليه. لكن شايفة ان هو زي ما عارف دوت، زي ما بيبص حواليه دلوقتي بيقول ما بقاش زي زمان، اتغير، في حاجة اتغيرت، في شيء وياه ما بقاش زي ما كنت بشوفه في وقت من الاوقات، او زي ما كنت بحسه في وقت من الاوقات. في شيء انا مش حاسس بيه من ناحيته دلوقتي، وهو ربما يقصد لهفتك عليه، او اهتمامك الزيادة بحاجة من هذا القبيل. هذا في حاجة في الحتة ديت، يعني اللي انا بقوله لك دلوقتي هي حاجة في الحتة ديت. هو حاسس انها، مش هقول انتهت، هقول مش حاسس بيها، عاوز يحس بيها. فانه عاوز يحس بدوت من ناحيه، ومن الناحيه التانيه بيدور عليك. معرفش ازاي يعني بيدور عليك. هل انت عملت بلوك مثلا، او انتوا الاتنين اتلككتوا لبعض على بعض الحاجات. هنا انا شايفه شخص شايل حاجات من زمان ضدك، وانت شايل حاجات من زمان ضده، ولانكوا انتوا الاتنين مش عاوزين العلاقه تروح في حته غلط، كل واحد فيكم حاطط ده جواه وقافل عليه. طيب هو دوت اللي بيعمل المشاكل، مش المشاكل الصغيره، او مش المشاكل الحاليه اللي بتعمل المشاكل في العلاقه، او هي السبب ابتعادكم عن بعض، او انه اوف كل شويه. لا، ده هنا في حاجات اتبنت من زمان داخل هذه العلاقه، انتوا الاتنين عارفين ايه هي، وانتوا الاتنين عارفين انها اثرت كتير جدا جدا عليكم. هي فعلا بتاثر عليكم تاني دلوقتي. خد بالك قوي من دوت، لان ولا انت واخد بالك ولا هو واخد باله ان انتوا الاتنين انا شايل منه شويه، بس مش مشكله، هنصلح في العلاقه. ده احتماليه كبيره، لا مش احتمال، ده حقيقي، ده اللي هو بيقول. بالنسبه ليك انت اللي عمله وياه انا مش قادر انساه، بس انا بسامحه عشان بحبه. فده
هنا هي المشكله، مش 6 اوف كاب في حب اكيد، سول كونكشن، يعني سول تو سول، روح لروح اهو. هنا حد بيدي ظهره للتاني، وبعد كده حد زعلان قوي من التاني، وبعد كده بيجي كاب تيجوا التاني تفتحوا قلبكم. وهنا انا بتكلم عليكم انتوا الاتنين لان في طاقات مشتركه كتير بينك انت وهذا الشخص دلوقتي، كأن انتوا الاتنين بتفكروا بعقل واحد. ماشي، ثم الستار بتنزل تاني بعد ما نزلت فوق، بس المرة دي بقى فيها تحقيق حاجة او بداعي تحقيق شيء. يعني ايه؟ يعني هي الستار نزل جنبيها ايه؟ جنبيها الفور اوف سورت. يعني ايه؟ يعني بعض الاشياء طاقيا مش في الارض الواقع كمان، خد بالك، بعض الاشياء الطاقيا بدات تتصلح في العلاقه. طيب كويس جدا، ممكن تكونوا انتوا الاتنين كنتوا حاسين بده بس مش شايفين على ارض الواقع. هنا بقى في حاجات هتشوفوها على ارض الواقع. ايه اللي انتوا بقى ممكن تشوفوها على ارض الواقع؟ هنا عندك الستار وعندك الايس السورد. يعني ايه؟ عارف لما حد ممكن يتلكك لحد عشان يتكلم معاه، بس مجرد ان هو يتكلم معاه فيحاول ان هو يعني يستفزه مثلا، او يفتعل خناقه، او يبعت له سلام مع حد، او يبعت له كلمتين غلسين مع حد، ايا كان نوع الطريقه اللي الشخص عاوز يقرب بيها، بس كانه بيقول لك ايوه انا بقرب، وحتى لو هي دي الطريقه بس انا هقرب منك باي شكل. هنا الستار وهنا الايس سورت، واشعر هنا وكانه هتعرف انت او هتحس ان هذا الشخص بيحاول انه يرجع لك او يقرب منك باي شكل كان. وخد بالك قوي من اللي انا بقوله ده، وحط تحت 10 خطوط او اكتر 1000 خط. ليه؟ لانه هنا في حد مش معجب خالص بالطريقه اللي انت بقيت بارد فيها شويه وياه. معرفش البرود ده جاي لك منين مع ان قلبك مفتوح. ربما القسوه، ما هو يقول لك ايه بقى، سبحان الله في المثل ودي حقيقه، ان القسوه بتخلي البني ادم شط. يعني بتخلي البني ادم بدل ما قلبه يبقى بيعمل كده، قلبه يقف كده ما يتحركش الا لايه وايه المشاعر بقى. المشاعر، ما هو المشاعر لما بتجف مش معناها ان هي خلصت. المشاعر لما بتجف بتبقى انت محتاج انك تفعلها تاني. فالشخص اللي قدامك المفروض كمان ان هو يبقى مسؤول عن دوت وياك. لو ما لقيتش دوت بتحس بقى بانه اجتاحتك حالة من البرود، واعتقد هو ده اللي هو بيسأل عليه دلوقتي، او انا بدأت افهم هو بيدور عليك في ايه. يعني حاسة كده وكأنك حصلت مشكلة بينكم مؤخرا يعني، وحاولت معاه، بس هو كان مبسوط قوي واكسايتد ومتحمس جدا لما انت جيت تحاول، بس حس في اسلوبك او طريقتك بهجوم عليه او ببرود اتجاهه، حاجه زي كده. وافهم قوي اللي انا بقوله لك دوت. ليه؟ لان هتفهم منه ايه اللي بيحصل ما بينك انت وهو دلوقتي اللي انا بقوله دوت. لما لقى كده بدأ هو كمان بطاقة هجوم، ثم لما لقاك بتهجم او بتهاجم بدأ هو بطاقة دفاع عن نفسه. لما انت لقيته بيدافع عن نفسه بدأت انت تتذكر الحاجات اللي هو عملها وياك. خد بالك قوي، لان هنا دي الحاجات اللي انتوا قافلين عليها، كل واحد فيكم قافل عليها ومحتاجها من التاني ان هو يطلعها للنور. انا زعلان منك في كذا وكذا وكذا، فانا هقعد قدامك وهتكلم في كذا وكذا وكذا. عموما انا حاسه ان انت وهو في الطاقه ديت هتقولوا لي بس احنا مش لاقيين بعض عشان نقول لبعض كذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟ طيب هتلاقوا بعض. هنا الويل اوف فورتشن نازله وكانها بتقول لهذا الشخص ان هنا هذا الشخص حاطط علامات استفهام، كانه مثلا هل ده صح؟ هل المفروض ان انا اخد خطوه زياده؟ هل المفروض ان انا مثلا لو عامل بلوك افكه دلوقتي طيب وشكلي قدامه هيبقى ايه؟ طيب يعني هل الافضل ان انا استناه؟ طب ما انا استنيته قبل كده ولما جه يعمل الخطوه كان بارد معايا جدا. ده اللي بيدور في عقله. بس ادام الويل اوف فورتشن نزلت هنا فهي بتقول له حاجه بتطمنه، وبتقول له لا ما تخافش انت ماشي على الطريق الصح. طيب ده اللي انا شايفاه كده. بس تعالوا كده اخد لكم كده كام كارت. الحمد لله. هنا في حاجه هتطمنك، خد بالك قوي من دوت. القمر الجديد في برج الجدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك your hard work is paying off. الطريقه اللي انت بتشتغل بيها جامد على نفسك، سواء بقى
سواء بقى على نفسك، ما بينك انت ما بين نفسك في شيء يسعدك، مثلا كأنه مثلا تقارب من هذا الشخص مرة تانية، او تحقيق هدف في حياتك عموما. القمر الجديد في برج الجدي بيقول لك ما تخافش. القمر الجديد في برج الجدي بيقول لك آه التعب اللي انت تعبته في شغلك ربنا بيجازيك خير بيه. تعالوا كده، واضح هنا في حاجة حد بيحاول يجذبها. تعالوا كده ناخد كارتين. هنا هذا الشخص بيقول لك I want to tell you how I feel. عنده أحاسيس جواه، مشاعر، ربما في منها في منها غيرة، لأن هنا كارت الغيرة بينزل برضو إيه بقاله كام يوم، خدوا بالكم بينزل. هنا بيقول لك في إيه، بيقول لك إنه شخص غيور جدا وبالعافية بيقدر يسيطر على غيرته دي. وهنا بيقول لك أنا عاوز أقول لك أنا حاسس بإيه، يعني هو كأنه عاوز يقول لك هنا إنه، هنا بيقول لك أنا عاوز أقول لك أنا حاسس بإيه، هنا بيقول لك بقى أنا حاسس بإني غيران كده. يعني كأنه بصوا بحب أوي أنا الكروت اللي بتكون مفسرة نفسها دي، لانك سبحان الله يعني ما بتبقاش حابب تفسر، بتحس ان هي نازله كده طاقتها كده فيها حاجه روحانيه يعني. تعالوا كده مشاعر ايه اه الفايف اوف واند تري فاند. بعد المشاكل، بعد الخناق، بعد ما قلت انا ليه عملت كده، لان في حاجات انت اتسرعت فيها يعني ما بيني وما بينك، يعني في حاجات انت اتسرعت فيها واضح جدا. بس انا الحقيقه والله ما عايزه اضايقك من هنا، بس عايزه اقولها لك كده. في بعض الاشياء فعلا انت اتسرعت فيها، اذا لازم اقولها لك دلوقتي ان دي الامانه يعني. او في اشياء اتسرعت فيها، في كلام قلت المفروض ما كانش يتقال، حتى لو هو كان قاله لك في وقت من الاوقات. ثم في تريفون بعد ما حصل اللي حصل، انت مستني صح، مستني تشوف الدنيا برضو رايحه فين. هو عارف دوت، هو كانه بيقول انا عارف انه بعد مثلا ما تسرع معايا في اللي هو قاله او عمله، هو بالتاكيد مستني يشوف ايه الدنيا او ايه اللي ممكن يحصل. وهنا بينزل الماجيشن، يعني كانه تاكيد بانك فعلا مستني تشوف الدنيا رايحه فين، صح ولا لا؟ مش لوحدك، هو كمان مستني يشوف الدنيا رايحه فين. فاعتقد الدنيا رايحه في حته فيها يلا نبدأ من جديد. بس انا خايفة جدا انه يلا نبدأ من جديد ما تفتحوش قلبكم على الحاجات اللي مضايقاكم. انا ليه بقول لك كده؟ لانه انا هنا شايفة انه آه من كتر ما كل واحد فيكم متوحش التاني وعاوز يشوف التاني، او زعلان على الوقت مثلا اللي ضاع في العلاقة او ايا كان، الا انكم عاوزين ترجعوا لبعض، عاوزين تقربوا من بعض. فعشان تقربوا من بعض يا لهوي احنا هنفتح المشاكل تاني واللي احنا قلناه تاني، لا 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 لا، احنا مش هنعمل كده. كل واحد فيكم بيقول كده، لان انتوا خايفين تيجوا تفتحوا ده تاني تبعدوا تاني. فعشان كده انا من الاول هنا، وخدوا بالكم المجموعه التانيه من الاول هنا وانا قايله لكم ايه، الخوف هنا هو اللي بعدكم عن بعض. دلوقتي خد بالك ملاحظه يعني انه بهذا الشخص بيفكر في اللي حصل، او في طرف او بعض الاطراف اللي ممكن تكون كان ليها ضلع في انها بعدتكم عن بعض. ما اعرفش ازاي الحقيقه، لكن ربما في حد مشترك بينكم، او في اشخاص مشتركه بينكم، او حاجه زي كده. وكأن مثلا عارف انت لما تبقى في حالك ونفسك تسمع كلمه حلوه عن شخص انت بتحبه، بس مثلا انت بعيد عنه، وتيجي تسأل الشخص ده ويقوم مديك سكينه مش كلام، ويقوم قايل لك مثلا ده شاف حاله، او ده معاه حد احسن منك دلوقتي بس بطريقه او باسلوب، او حاجه زي كده. حاجه زي كده ممكن تكون في وقت من الاوقات بعدتكم عن بعض، في وقت من الاوقات وصل له معلومات غلط. على فكره يا جماعه خدوا بالكم، لان الطاقه اللي انا بتكلم فيها دي مكرره بقالها كام يوم في القراءات. ده معناه ان ده كولكتيف. يعني ايه؟ يعني معناه بعض الاشخاص كانوا مغيبين عن حقائق بدات تظهر. خدوا بالكم قوي، خدوا بالكم من حاجه مهمه. القمر برضو بقاله كتير بيتكرر في القراءات، صح ولا انا غلطانه؟ بالظبط. بيتكرر كمان، مش اي حاجه، بيتكرر في الاول كانه كده. وانا من زمان قايله لكم ان الكروت اللي بتتكرر، ان الكروت اللي بتنزل في الاول هي اهم كروت، صح ولا لا؟ يعني انا فاهمك، يعني دول اهم كروت نزلوا. اي كروت هتنزل بعدها هتبقى
مساعده بتساعدنا، ماشي، لكن دول هم المين، يعني هم الاهم. ليه؟ لانه سبحان الله الملائكه بتبقى عاوزه تنزل بالاشياء، الرسائل او الحاجات المهمه اللي هي عايزه تقولها طاقيا، سواء عنك او عن هذا الشخص، ايا كان الطاقه متركزه على مين. وكم يوم اللي فاتوا لاحظت في التعليقات ان البنات بدات تركز كمان على الطاقه. يعني في بنت كانت كاتبه تعليق بتقول انا النهارده مش هركز على الحرف، انا النهارده هركز على طاقه الشخص. حلو قوي برضو التنويع دوت. انت ممكن تتفرج على القراءه بنيه الحرف في مره، وبنيه ال طاقة الشخص بس في مرة، أو طاقتك في مرة، أو طاقة الحجر. فاهميني يعني في الحتة دي؟ وبإذن الله بعد كده هبقى أساعدكم في إني آه، أحط طاروت كمان. فاكرين زمان كنا بنعمل كده؟ هحاول أعمل كده، إن إحنا برضو يعني أحط الحجر والحرف وطاروت أعمله كده، يعني كارت محبب بقى يعني. وليكن مثلا هنا في possibility، هنا السكس سورد والسيفن اوف بنتكل والكينج اوف بنتكل. شغف كبير قوي هنا فعلا، بس في انتظار. قراءاتكم فيها انتظار، قراءتك انت وهذا الشخص، وكأن كل واحد فيكم على استحياء مستني التاني ان هو اللي يبدأ، او مستني ربنا يعني يحل الموضوع من عنده. سبحان الله. يعني هنا الكارت الاولاني لما ظهر لك وقال لك انه خد بالك، يعني ثق في الهاير فورسز، او خلي عندك ثقة في ربنا وفي اللي هو ممكن يعمله لك. اعتقد في لحظة انتوا الاتنين بدأتوا تركزوا على يا ترى مين اللي هياخد الخطوة الأولى، أو مين اللي هيعمل الانيشيتيف الأولى، مين اللي هيتصرف الأول. هنا في شغف كبير من هذا الشخص، مش موجود معاك، انت موجود ممكن في طاقة انت فاتح قلبك فيها وهو ملاحظ دوت. في طاقة فيها لسه بحبه بس لازم اكون متصنع البرود، حاجة زي كده. هنا هو نازل لك في الكينج اوف واند بمنتهى القوة الحقيقة، بمنتهى الجدارة، يعني القوة. قوي جدا في تعبيره بان انت وحشه، او بانه في طاقة الكينج اوف واند عنده شغف كبير ناحيتك. طيب انا النهارده ما ذكرتش لهذا الشخص الحاجة اللي مش عجباني فيه، صح؟ طيب هذا الشخص على طول، اعتقد ودوت من الاشياء اللي بتضايقك فيه، انه طول الوقت بيحب قوي يافويد، او يطلع المشكله اللي انت عاوز تناقشها، ما بيبقاش عاوز يحط ايديه فيها، واي حاجه فيها مشاكل بيحاول يبعد، صح؟ دي من اوحش الاشياء في هذا الشخص الحقيقه. انا بقول لك الحقيقه، دي من اوحش الحاجات فيه. واعتقد ان انت نفسك بتقول لي ازاي يا مريم انت عاوزاني اتكلم وهو اصلا مش عاوز يفتح الحوار او يتكلم الاول او هكذا. دي من الخصال اللي مش كويسه فيه، واعتقد هو behavior، يعني سلوك. يلا كده ناخد كام كارت. سيلف اكسبتنس، الله، ثم جاردن انجل. السيلف اكسبتنس هو تقبل الذات، تقبل النفس، تقبل نفسك زي ما هي كده بالظبط. الله. وهنا ترانسفورميشن، في تغيير جذرية ليك، وفي ملايكة وياك ربنا بعتهم لك. وفي الحياة السيلف اكسبتنس انك
تتقبل نفسك زي ما هي كده. يلا ناخد كارتين كده من المرماليد. حلوة اوي، حلوة اوي الكروت دي. هنا في سوليتود، وبعد السوليتود جنتلنس، يعني وكأنك بتخرج من حالة وحدة لحالة فيها شخص أو أشخاص بيكونوا جنتل وياك. هنا في ask for help، لو محتاج مساعدة طبعا لازم تسأل. تعالوا كده ننزل لكم كارت كمان. دريمن، وهنا دريمن ربما انك بتحلم بقالك فترة بأشياء ممكن يكون آن الأوان بإذن الله انك تحققها. يلا كده ناخد لهذا الشخص كام كارت. هنا حد بيقولك انه مش قادر يبطل تفكير فيك، فعلا لاحظت كده. والمشكلة هنا مع هذا الشخص انه عاوز يعرف انت حاسس بايه، يعني هو عاوز يعرف احاسيسك دلوقتي، دي اكتر حاجة هو مركز عليها. هنا بقى بيقول لك انه عارف انه تعدى حدوده وياك. بيقول لك he know that he crossed the line with you. وهنا بيقول لك I'm so attracted to you، وهنا I'm afraid to contact you. خدوا بالكم قوي، ده الكارت اللي جه بعد ده، يعني afraid to contact you هو خايف يتواصل وياك، وهنا بيقول لك انه منجذب ليك، وهنا مش قادر يبطل تفكير فيك، وهنا هو عارف انه تعدى حدوده معاك. تعالوا كده ناخد كام كارت من هنا. حسيتوا ان دول عايزين ينزلوا صح؟ هنا بيقول هنا نيرفز، هنا بيقول لك نيرفز. الكارت ده برضو نزل امبارح. هنا بيقول لك نيرفز، انه متنرفز، وهنا بيقول لك انه هيتواصل وياك قريب، وهنا يبقى هو اللي ممكن يبادر، لان هنا بيقول لك هيتواصل وياك قريب. you are my favorite. هنا بيقول لك انت اقرب شخص ليه او المفضل بالنسبه له، انت الشخص اللي بيحب يكلمه، بيحب يتواصل وياه، سواء مبسوط او سعيد. طيب طبعا بشكر جدا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وأشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.